السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي قناة احلى الاكلات مع بوسي. لو لاول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل المايونيز بطريقة اكبر مطاعم كنتاكي وبروست والمطاعم المشويات المشهورة الكبيرة. عندنا المقادير 2 كوب نشا، 2 كوب ماء، 3 معالق كبار خل، 3 معالق كبار زيت، معلقتين صغيرين ملح، 10 فصوص توم مفرومين. مقادير بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. هنبدأ ان احنا نجيب مقلاية على النار او حلة، وهننزل بالمية والنشا في قلب الحلة زي ما انتوا شايفين. بدأت انزل بالمية بال2 كوب ماء، وهبدأ انزل بالكوب نشا، وهفضل اللي انا اقلب فيهم بالتقليب المستمر لحد ما النشا تدوب تماما مع المية زي ما انتوا شايفين. ببدأ ان انا اقلب النشا بالمية معاكم اهو. طبعا انا مشغلة البوتاجاز عادي على نار عالية، واول ما يبدأ ان هو يمسك معايا المية والنشا، اول ما يبدأ ان هو يمسك هبدأ ان انا اوطي النار خالص. بدأ ان هو يمسك معايا اهو، وطيت النار خالص وهبدأ اقلب زي ما انتوا شايفين. بدأ جيب بدأ المايونيز يتقل معايا اهو زي ما انتوا شايفين. ودي بطريقة اكبر المطاعم المشويات وكنتاكي وبروست، نفس اللي بتقدم لنا في المطاعم بالظبط، وبطريقة بسيطة وغير مكلفة خالص. تقدروا تجربوه وتعملوا كمية كبيرة وتقدموه مع الفراخ، اي حاجة مشوية او كنتاكي او بروست او بانيه. ده بعد ما خلص معايا اهو وطفيت عليه النار خالص. هسيبه بقى على جنب يبرد، وبعد ما برد تماما جبته هنزل بالثلاث معالق زيت كبار و3 معالق خل كبار، و10 فصوص توم مفرومين، ومعلقتين صغيرين ملح، وكوب من الماء يكون سقعان جدا متلج. اهم حاجة في المرحلة دي يا جماعة كوب من الماء يكون متلج. طبعا ممكن ان انت تضربيهم في الخلاط او ممكن تضربيهم بالهاند بلندر عادي، بس لو انا هضربهم في الخلاط اخر حاجة بضيفها الزيت. بحط كل المكونات على العجينة اللي انا عملتها على البوتاجاز بتاعة المايونيز، واخر حاجة بضيفها في الخلاط الزيت. طبعا زي ما انتوا شايفين بضرب بالمضرب بتاع البيض الكهرباء، بس طبعا ما عجبنيش ضربه، انا ما عنديش هاند بلندر
فاخدته وضربته في الخلاط، وده شكله بعد ما انا ضربته في الخلاط. ده سمك اهو ما شاء الله، زي اللي بنشوفه في المحلات والمطاعم، زي ما بتقدم لنا مع الاكلات بالظبط. بدأت ان انا احطه في علب. بدأت اعبي العلبة معاكم اهو ما شاء الله، عمل لي كمية كبيرة جدا. وبحاجات بسيطة ومتوفرة في كل بيت ما شاء الله. ده شكل المايونيز بتاعه اهو، زي اللي في المطاعم بالظبط، وبحاجات بسيطة جدا، وعمل لي كمية كبيرة. بدأت اللي انا اجيب تاني علبة اهو، بدأت ان انا اعبيها زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الكمية كبيرة، وطريقته بسيطة خالص وسهلة، تقدروا ان انتوا تعملوها في البيت مع اي مشاوي او كنتاكي او بروست او بانيه. طعمه جميل جدا، وزي ما انتوا شايفين اهو. عمل لي علبتين اهو، ولسه في عندي كمان يعمل علبة من كوباية نشا وكوبايتين من المية. عملت كمية من المايونيز ما شاء الله، شكله جميل اهو زي اللي بتقدم لنا بالظبط في المطاعم. تقدروا تجربوا الوصفة، وبمقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، وتدعموني وتشجعوني عشان انزل لكم بوصفات حلوة ان شاء الله وجديدة.